السلام عليكم اخواني المغاربه. اليوم ما كنهضرش معكم غير هكاك. اليوم كاين خبر صعيب وصعيب بزاف. اليوم جبت لكم اخبار اخواني اخواتي زلزال مواقع التواصل الاجتماعي. واش في بالكم باللي سوق الحواله هذا العام ماشي هي الثمن اللي شاعله فيه العافيه؟ لا اخواني اخواتي، القضيه كبار من هكا وبزاف. كاين مستجدات صادمه ومرونه دابا في السوق، والشناقه طيحوا لواحد الخطه اللي ما كتخطرش لكم على البال. اخواني اخواتي سمعوا مزيان. واش عمركم شفتوا الحولي كيتغسل ليه فمه بالحامض والليمون قبل ما يتباع؟ واش كتعرفوا باللي كاينين حواله مكتفين باش ما تشوفوش العيوب ديالهم؟ اليوم اخواني غنفضح لكم الكواليس اللي غادي نعطيكم بطبيعه الحال السوارت باش ما تضحكش عليكم الشناقه وتصدقوا جايبين للدار قنبله موقوته ماشي اضحيه. اليوم اخواني اخوتي اللي باغي يعيد ويدوز العيد بخير وعلى خير يجمع معايا هاد الوقفه ويسمع التفاصيل اللي غنقول لكم دابا، حيت هاد الشيء اللي غتسمعوه هو اللي غينقذ لكم فلوسكم والسلامه ديال وليداتكم. بدايه القصه يا اخواني اخواتي هي واحد الفضيحه بدات كتبان في السوشيال ميديا وخلات السلطات تنوض تجري. تخيل معايا شناق شاد الحولي وباقي كيحك ليه في فمو بالحامض. علاش اخواني اخواتي؟ واش الحولي غيمشي يخطب ولا كيفاش؟ صراحه ما عرفناش. لا اخواني، هذه خطه شيطانيه باش يغطيو على الريحه الخانزه اللي كتخرج من الفم ديال الحولي المريض، وباش يحيدوا داك اللعاب الدفل اللي كيسيل وكيبين باللي الحولي فيه سخونيه ولا مريض بمرض معدي. هنا اخواني اخواتي المغربي كيمشي فرحان كيشوف الحولي فمو كيشعل، ولكن الحقيقه هي ان داك الحولي راه دايرين ليه الماكياج بهذه العباره باش يدوز عليك الدكاكه. القصه ماشي غير في الحامض، القصه في الذكاء ديال هاد الناس اللي ولاو كيستغلوا القله ديال الخبره ديال المواطن البسيط اللي باغي غير يفرح الوليدات ديالو. هنا بغيت نوقف معكم واحد الوقفه تامليه. واش وصلنا لهاد الدرجه ديال السيبه في الاسواق؟ راه الشناق ولا كيتعامل مع الاضحيه بحال شي سلعه ديال الشينوا، كيزوقوها من برا ومن الداخل راها خاويه وراها فيها مشاكل اللي ممكن تسبب مشاكل صحيه للوليدات ديالك. التحليل ديالي لهذه الظاهره هو ان المراقبه واخا كاينه، ولكن يد وحده ما كتصفقش المواطن. خاصو يكون هو البوليسي ديال راسو. فاش كتشوف الشناق كيزوق في الحولي بزاف، عرف باللي كاينه إن واخواتها. النيه ما بقاتش اخوتي، والربح السريع ولا كيعمي القلوب قبل العيون. اخواني دابا نزيدكم وحده اخرى اللي غادي تصدمكم. واش شفتوا دوك الحواله اللي كيكونوا مربوطين من رجليهم بجوج، يعني القدمين ديالهم اللورانيين بجوج مربوطين، والشناق حاطهم في واحد الجنب؟ انت كيسحب ليك راه الحولي قبيح ولا كيهرب وعنده صحه جيده وداكشي علاش ما كيربطوه هو الحل الوحيد اللي لقاو معاه؟ لا اخواني اخواتي، لا سيدي، هذيك هي التكتيفه ديال العيوب. الخطه كالتالي: كيكتفوا الحولي باش ما يبانش ليك باللي راه كيعرج ولا عنده اعوجاج في الظهر ولا شي مشكل في القوائم ديالو. الشناق فاش كيتفاهم معاك على الثمن كيقول لك راه نديه ليك حتى الطوموبيل ما تعذب براسك ما حتى شي حاجه، وكيهزوه هو وصاحبه يحطوه ليك في الكوفر مسدود بخير وعلى خير. انت كتوصل للدار كتحط الحولي كتلقاه ما كيوقفش ولا عوض. كيشوفوا وليداتك كيحسوا بواحد الصدمه كبيره من بعد ما كانوا كيتسناو حولي ديال بصح، كيلقاوك جايب ليهم حولي اعرج ولا فيه حبوبه اخواني مخبيه تحت من باطو. تما كتلقى راسك شريتي الحوت في البحر والشناق ما بقيتيش غتشم ريحته في السوق، ما باقيش غادي يبان. اخواني اخواتي القضيه صعيبه وصعيبه بزاف. راه القلب كيتقطع فاش كتشوف الناس بسطاء اللي باع ثلاجته اللي باع حوايجه باش يشري الحولي، وفي الاخير كيجي واحد ما كيخافش الله ويضحك عليه بحولي مريض. الشناقه خاصهم يعرفوا باللي الرزق الحلال هو اللي فيه البركه، وهذا الغش راه كيحمق البركه ديال المال من الصحه. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم.